السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 10 من سلسلة الرد من الكتاب والسنة على من ينكر كلام الجن جملة وتفصيلا للراقي يوسف الجزائري. دليلنا اليوم هو الأعمش، وكان هذا الأعمش من كبار التابعين. وعندما نقول تابعين يعني بعض الناس لا تعرف ما معنى التابعي وما معنى تبع التابعين وما معنى الصحابي. الصحابي هو الصحابة هم الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعين فعاشوا مع الصحابة وتتلمذوا على الصحابة على يد الصحابة، ولكن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كانوا التابعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا مع الصحابة. هذا يسمى تابعي. جيد، يعني لأنه رأى الصحابة وعاش مع الصحابة ولكن لم يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعمش من كبار التابعين. نذكر هذا الكلام، نذكر هذه القصة نقرأها من هنا. على كل حال قصة الأعمش مع الجن معروفة. كان للأعمش صاحب من الجن يناوله الحديث، يعني يقص عليه الحديث، يتكلم معه عن الحديث، والقصة يعني معروفة ومشهورة للأعمش. لكن نقرأ من هنا. ذكر أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في المجلد رقم 5 في المجلد رقم 5 الصفحة 45 عن الأعمش رحمه الله أنه قال: كان لي صاحب من الجن وكان يأتيني بالأحاديث أحيانا، فقلت له يوما: وما يمنعك أن تظهر لي؟ فقال يعني الأعمش قال للجن، يعني يأتيه بالأحاديث، ثم قال له الأعمش: ما يمنعك أن تظهر؟ لماذا لا أراك ونتناقش؟ فقال الجن للأعمش: إننا بيننا وبينكم حجابا من نور، فإذا كشفتموه احترقنا، ولكني أراك وأسمعك. الجن قال للأعمش: أنا أراك وأسمعك ونتناقش الحديث وأنت تسمعني بدون أن أظهر لك. وفي رواية أخرى رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء من المجلد السادس الصفحة 226 قال: كان الأعمش يقول: كان لي صاحب من الجن أتعلم منه أحيانا. هذا الجن يعلم الأعمش، وكنت أراه في المنام يلقنني بعض الأحاديث، يتعلم منه. هذا الجن يعلم الأعمش أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما هذا الجن كان عاش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عنده زاد من العلم والمعرفة في عالم الحديث. بالله عليك صاحبه من الجن هذا حديث، هذا حوار أم لا؟ يأتيه في المنام ويأتيه في اليقظة ويقول له: بيننا وبينكم حجاب وما يمنعك أن تظهر لي. يعني كان عنده، يعني كان الأعمش يريد أن يراه يعني جليا هكذا. هذا حوار أم لا؟ هذا دليل على أن حوار الجن ليس فيه بأس إن كان بضوابط شرعية. نحن لا ننكر الذين ينكرون كلام الجن. مثلا احنا لا نفتح الباب للروحانيين والمشعوذين ويقول هذه أدلة وكذا. لا، نحن نرد هذه يعني بالعلم مسائل علمية على الذين ينكرون جملة وتفصيلا. يراك أنك تتكلم مع جن أو تنصح في جن أو تفعل له مثلا درسا أو كذا أو تخاطبه فيرميك بأقبح الصفات. نحن نرد على هذا النوع من الكتاب والسنة وأقوال السلف والتابعين والصحابة وأقوال العلماء والمعاصرين والذين سبقوهم. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا، ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.